بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الكرام، نلتقي مع حكم المباراة النهائية الأستاذ علي الشهري، ونسأله يعني عن تداعيات خروج الفريقين من أرض الملعب قبل انتهاء المباراة، وهل خروجهم، هل هناك يعني أمر يستدعي خروجهم في الوقت الحالي؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. ليس هناك أمر، بل أرضية الملعب أفضل أرضية الآن إذا نظرنا من خلال كلامي وكلام حكام الخطوط. الانتظار، ولكن انسحب الفريقين بدون أي احتجاجات أو أي تعارض في الملعب. والأرضية الآن كما تشوف من أفضل الأرضية، وانسحبوا، وكان السبب الأكبر لفريق الدقائق علشان الهزيمة التي أنالوها من قبل. طيب، الفريق الآخر أيضا انسحب، ما هي تداعيات انسحابه أيضا؟ والله الفريق الآخر شاف أن الأرضية ما تسمح، وانسحابه ليس انسحاب جاد، لأن هو يريد أن يستكمل المباراة الشوط الثاني وليس. يعني السبب أنهم رفضوا إعادة المباراة، أن النظام يقول أن الفريق إذا أنهيت المباراة قبل نهايتها تعاد المباراة بالكامل. الفريق الثاني نعم، وكان سبب اعتراضهم أن قلنا لهم تعاد المباراة كاملة. أيوة، وهم يطلبون إعادة شوط واحد فقط. الشوط الثاني فقط. طيب، بارك الله فيك. أي كلمة إضافية بخصوص انعقاد هذه الدورة أستاذ علي؟ والله يا كلمة، أولا أدعو الله الذي لا إله إلا هو يرفع قدركم ويشرح صدوركم ويعني في العالمين يذكركم على إقامة هذه المخيمات. بصراحة إن خشرم قرية متميزة بهذه الملتقيات الصيفية، حفظت أبنائها وأهلها وقبائلها بهذه المخيمات، بل أدعو كل القبائل في هذه المنطقة لإقامة مثل هذه المخيمات. بارك الله فيكم. شكرا أستاذ علي. السلام عليكم. طيب الله.